أهلا وسهلا بكم متابعين قناة مطبخ خديجة أموس. وصفتنا لليوم كالعادة هي وصفة من المطبخ الليبي. اليوم بنديروا مع بعضنا طريقة الملفيه الحار أو الملفيه المالح. مكوناتها سهلة وبسيطة، وزي ما عودتكم ديما مكونات وصفاتنا متوفرة في كل بيت. خطواتها بسيطة وجربوا بإذن الله بيعجبكم. جربوا في الأيام القادمة من رمضان وأكيد بتعتمدوه كوصفة من وصفات رمضان المبارك. وقبل ما نبدو نتمنى انك انت تديري لايك للفيديو وتشتركي معي في القناة. نبدو على بركة الله. اول شيء بنحتاجه الى كيلو من مفروم الدجاج، وبتحتاجي ايضا الى فصين من الثوم المفروم، بتحتاجي الى بصلة صغيرة مفرومة، نصف كوب من المعدنوس والقزبر مفرومين مع بعضهم، نصف كوب من جبنة الموتزاريلا، و3 حبات من البطاطس مقطعة دوائر وقليتها في الزيت لعند ما تحمرت وبدت بالشكل هذا. طبعا جهزتها من قبل. وآخر شيء بنحتاجه التوابل، هي ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الحرارات. بنبدو في الوصفة خلط المكونات مع بعضها. أول شيء حطي الدجاج وحطي عليه البصل والقزبر والمعدنوس المفرومين مع بعضهم، وضيفي عليه الثوم وأيضا جبنة الموتزاريلا المبشورة. ممكن تستخدمي جبنة الشيدر أو حتى ممكن تستخدمي أي نوع من الأجبان اللي أنت تحبيه، أهم شيء يكون يسيح كويس. وطبعا ما تنسيش التوابل كلهم تضيفيهم. خلطي المكونات كلها مع بعضها وعجنيها كويس لعند ما تنسجم المكونات مع بعضها بالكامل، والمفروم يتشرب التوابل بالكامل. استمري في العجن لعند ما يطلع معك خليط بالشكل هذا. في صينية البايركس ستفي حبات البطاطا بالشكل هذا، اصنعي منهم طبقة على كامل البايركس، حاولي تغطي كل الأماكن، ساوي بين البطاطا لعند ما تغطي الأماكن كلها. حتى الفراغات ضروري يا بنات انكم تعبوها. وبعدين بتحتاجي إلى 3 بيضات مع رشة ملح ورشة فلفل أسود. خلطيهم كويس وحركيهم لعند ما ينسجموا، وبعدين وزعيهم على البطاطا. تو نوريكم الطريقة كيف. مجرد انك انتي توزعيهم بالتساوي عليه كامل صينية البايركس على البطاطا. الخطوة هذه مهمة بس ان هي تساعد البطاطا ان هي تتماسك مع بعضها وما تتفتفتش منك بعد ما تطيب. وهيك كملنا من القاعدة الأولى للوصفة. بالنسبة للمفروم باش تسهل عليك العملية، كل مرة بللي ايدك بشوية مية، وبعدين افردي المفروم بالطريقة هذه في ايدك، وبعدين وزعيها على الصينية، وحاول انك تلصقي الفراغات بالكامل. زي ما تشوفوا انا هنبلل في ايدي بمية، وبعدين نبدأ في فرد المفروم. افرديه بالشكل هذا لعند ما تغطي الطبقة بالكامل، ونكون صنعنا طبقة كاملة من المفروم. أتمنى يا بنات لو وصفاتي تعجب فيكم تديروا لايك للفيديو وتشجعوني بكلامكم الطيب والحلو على الفيديوهات. ديما نستنى في تعليقاتكم ونتابع فيكم أول بأول. نتمنى أنكم تشتركوا معي في القناة باش تدعموني وننزل لكم وصفات جديدة في كل مرة. هنا غطي كل الفراغات، ما تخليش ولا مكان ما فيهش مفروم باش تكون معاك طبقة متساوية، ووزعها بإيدك بالشكل هذا.
واضغطي عليها كويس باش تلتصق مع البطاطا. والطبقة اللي بعدها نفس الشي، وزعي حبات البطاطا المقلية بالتساوي على كامل صينية البايركس بالشكل هذا. نتمنى أن الوصفات السابقة اللي حضرناها مع بعض نالت إعجابكم. حضرت معاكم أكثر من صنف في الأكلات رمضان لسنة 2023، إن شاء الله يا رب عجبتكم. الطبقة اللي بعدها مرة تانية حنعيد توزيع المفروم كطبقة. وزعي المفروم بنفس الطريقة الأولى، كل مرة بللي إيدك بشوية مية باش تسهل عليك العملية توزيع المفروم، مفروم الدجاج طبعا. ووزعيه بالطريقة هذه وغطي الفراغات بالكامل. في المرحلة هذه بتحتاجي إلى بيضة واحدة، حركيها كويس ووزعيها فوق المفروم. وزعيها بإيدك أو بفرشة، وزعيها بأي طريقة أنت تناسبك. وبالشكل هذا الوصفة حاليا شبه جاهزة. دخليها للفرن اللي سبق وسخناه من قبل على درجة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة تقريبا. أنا هنا طلعتها بعد 30 دقيقة، زي ما تشوف إن هي تحمرت وطابت. وتوا بنغطيها بجبنة الشرائح بالكامل. حاولي تغطيها كلها، ما تخليش فيها ولا مكان فاضي. استخدمي نوع من أنواع الجبنة اللي تسيح في الفرن، دخليها للفرن مرة تانية لمدة 5 دقايق بس، يعني يدوب يولي منظرها زي هيك، ويدوب إن هي تسيح معاك وتتحمر شوية بس. الخطوة اللي بعدها ضروري إنك أنت تتخلصي من الجوانب بالكامل باش تحصلي على شكل حلو ومرتب لما تبي تقدميها. قطعيها مربعات بالشكل هذا أو مستطيلات حسب أي طريقة تناسبك. الوصفة هذه من أحلى الأكلات اللي معروفة عنا في ليبيا، ويحبوها الكبار والصغار، وديما نديروا فيها في رمضان وفي مناسباتنا الاجتماعية. لو في أي بنت معاي من خارج ليبيا وما فهمتش الوصفة تكتب لي في التعليقات وحنرد عليها وحنرد على كل التعليقات بعون الله. هذه كانت وصفتنا لليوم، طريقة عمل الملفيه الحار أو الملفيه المالح، أكلة ليبية بامتياز. نتمنى يا رب إن هي نالت إعجابكم، ونكون سهلت عليكم طريقتها ووريتكم كيف تديروها بطريقة سهلة ومبسطة. أتمنى يا بنات إنكم تشجعوني بلايكاتكم وتديروا اشتراك في القناة، وأيضا تفعلوا الجرس باش توصلكم وصفاتي ديما أول بأول. ويومكم سعيد.